على أحلامه. آخر مشارك مؤهل للنهائيات نجيم يعقوبي. مساء الخير. مساء الوصل الياسمين. الاسم نجيم يعقوبي، مستوى الدراسي ثانية بكالوريا آداب، سن 19 سنة. قصيدتي بعنوان واقع مزيف. أتعرفون أن الشر أتى فاستقر ببلادنا؟ أتعرفون أن الغلاء جعلنا جوعا في بيوتنا؟ أتعرفون أن المرض حسد الكثير منا؟ أتعرفون لغلاء الدواء أم لكثرة الداء أم لضعفنا؟ المعاناة جزء من الحياة، والحياة مشاكل وتحديات. معاناة في السجن، والسجن مملوء بالأموات. سألت أناسه لما أنتم هنا؟ أجابوا بضجر وأسى الحالكات. في حينا بائع المخدرات، يبيع ليلا ونهارا وفي كل الساعات. بائع السم للأموات، قاتل الصفات والكائنات. المعاناة جزء من الحياة، والحياة مشاكل وتحديات. أخي أين أنت؟ أخي أين أنت؟ أللمخدرات استسلمت؟ ماذا بك وأمك بكتك؟ أين أنت؟ سرت بدرب المستشفيات فوجدت الأحياء والأموات، مرضى بدون غايات. سألوني أيوجد دواء للمخدرات؟ أيوجد اختبار بدون آلات؟ أيوجد بناء بدون رافعات؟ نساء يلدن في أبواب المستشفيات، والناس ترحب بمن آتي، والمريض ما زال ينتظر حتى الممات. شكرا لمشاركتكم في إقصائيات الشاعر الورد المنظم من قبل دار الشعر المغربي بالتعاون مع مجلس مقاطعة جنان الورد برعاية شبكة صدارة الثقافية. نترك الآن الجلسة للجنة التحكيم لتتخذ القرار. هذا القرار الذي سيعلن يوم السبت المقبل بإذن الله خلال فعاليات مهرجان فاس الرابع للإبداع الشعري دورة الشاعر المغربية أمين المريني. شكرا.